قالوا لك ريال مدريد كسب بالحظ وانت صدقت. طب تعالى اقول لك ليه ما تصدقش الكلام ده. الريال كسب بالمنطق، منطق المجتهد اللي بيحالفه التوفيق حتى لو كان الخصم موهوب اكتر منه. ودي حاجه بتحصل مع كل الفرق. تخيل، مش الريال بس، لكن الريال هو اللي بيكسب كتير، هو اللي بيتقال عليه بيكسب بالحظ. تعالى بقى اجيب لك كذا ماتشات ايقونيه كسب فيها اللي دافع كويس لكن ما كسبش فيها الافضل. لكن اللي حصل ان تمت الاشاده باللي كسب، اللي دافع كويس، ما اتقالش عليه محظوظ. تعالوا نبدا واحده واحده من الحديث للقديم. وتعالى نبدا مع مانشستر سيتي نفسه. نهائي دوري الابطال اللي فات، سجل، دافع كويس، حالفه التوفيق، الانتر كان احسن، لكن محدش قال السيتي محظوظ. ولسه برضه مكملين مع السيتي، بس المره دي في النهائي اللي خسروا، لما خسر من تشيلسي. تشيلسي سجل، دافع كويس، كسب، وبرضه تمت الاشاده بيه. نيجي للماتش اللي قبله، الليفر والريال. الليفر كان فشخ الدنيا، الريال كسب بكره واحده، كورتوا شال الحمد لله. بس الريال محظوظ، مش هنتكلم عن الريال. صحيح، تعالوا هنا، فاكرين نهائي البايرن والباريس؟ السنه اللي البايرن كان فشخ فيها الدنيا وفشخ فيها كل الفرق. عارفين البايرن كسب الماتش ده بسبب نوير. وترجع شويه كمان لنهائي الليفر وتوتنهام. الليفر هاجم اول 10 دقائق وصلاح سجل ضربه جزاء. توتنهام فضل مهاجم 70 دقيقه واليسون بيشيل. وبعدين الليفر هاجم تاني اخر كام دقيقه وريجي سجل التاني، وشكرا على كده. والليفر زي الفل وكسب. طبعا ده بعيدا عن الرابع من اوريجي في نفس البطوله قبل النهائي. ولو رجعنا بالزمن 20 25 سنه كمان، هتلاقي نفس الامثله بتحصل. مش هقول لك في كل الاوقات، لا، 90% من الاوقات.